السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معادنا مع حرف جديد من سلسلة تعليم الحروف للأطفال، ومعادنا مع حرف القاف. واحنا بنتعلم حرف القاف مش هنقول ان هو شكل حرف الفاء بس عليه نقطتين، لان حرف القاف غير شكل حرف الفاء. في البداية عايزين نتعلم مع بعض الفرق بين حرف القاف وحرف الفاء. حرف الفاء شايفين حرف الفاء عامل ازاي؟ هما شكلهم بس شكل بعض، بيتفقوا في ان هما البداية بتاعتهم واحدة، يعني راسهم والرقبه بتاعتهم واحده. لكن حرف الفاء شايفين جسمه طويل وبيطلع سنه كده فوق السطر. لكن حرف القاف جسمه مدور، شايفين بينزل كده، بيبقى واخد ده نص دائره كده، او بننزل بيه عن السطر ونقوم طالعين تاني لفوق. يبقى اول حاجه لازم نتعلمها ان حرف القاف شكله الاساسي مختلف عن حرف الفاء. بيتفقوا بس في ايه؟ بيتفقوا في شكل راسهم. يعني ممكن نلاقي حرف القاف في اول كلمه ووسط الكلمه ممكن يبقى شكل حرف الفاء، لكن شكله الاساسي او في اخر الكلمه بيختلف عن حرف الفاء. صوت حرف القاف بقى ايه؟ صوتك يا عم حرف القاف صوته هو مفتوح قا، قاف فتحة قا. وكمان حرف القاف من الحروف المفخمة. يعني ايه؟ يعني لازم انطقه كده، اقول قا، ما اقولش ك. قا قا لازم انطقه مفخم عشان افرق بينه وبين اي حرف ممكن ياخد يخرج من مخرج قريب من مخرجه او يبقى شبيه لصوته. يعني مثلا تعالوا نشوف الفرق بين حرف القاف وحرف الكاف. قا، قا حرف مفخم قا، لكن حرف الكا كا مرقق. عشان يفرق بين الاتنين بنعمل ايه؟ بنجمع بين الحرفين في كلمة واحدة، بنقول ايه؟ قا كا، قا كا. فبالشكل ده احنا فرقنا بين الحرفين، عشان وانا بمليه اي كلمه لما اقول له قا يعرف انها قاف، ولما اقول كا يعرف ان هي كاف وما يتلخبطش. لما بحط الحرفين كده قدام الطفل وبفرق له بين مخرجهم او صوتهم، ان ده صوت غليظ وده صوت رقيق، ده مفخم وده مرقق، هو بنفسه بيبدا وهو بيكتب لو جات له اي كلمه فيها حرف من الحرفين بيبدا يقول ايه ده مفخم، يعني بنطقه كده، ولا ده مرقق، فما يتلخبطش ابدا فين القراءه. ويلا بينا نكمل مواضع حرف القاف. يلا بينا بقى نتعرف على اشكال حرف القاف في الكلمه. حرف القاف في اول الكلمه ووسط الكلمه بتبقى شبه حرف الفاء بس عليه نقطتين. شايفين في اول الكلمه اهو بنكتبه بالظبط زي حرف الفاء، وبيمد ايده عشان يمسك اي حرف جاي بعده. وفي وسط الكلمه بيجي برضو بيمد ايده الاولانيه يمسك الحرف اللي قبله، وبيمد ايده اللي بعدها عشان يمسك اي حرف جاي بعده. وفي اخر الكلمه حرف القاف بيمد ايده ويمسك اي حرف جاي قبله وبيكمل الرسمه الاصليه بتاعته عادي. حرف القاف في اول كلمه زي كلمه قا، قمر، قا. هنا نطقنا حرف القاف ازاي؟ نطقناه مفتوح لانه فوق راسه الشرطه المايله اللي اتفقنا ان هي حركه الفتحه بتخليني افتح الحرف وانا بقراه. ولان حرف القاف هنا في اول الكلمه فكتبناه ازاي؟ عملنا دوريه اهو ورقبه صغيره ومد ايده عشان يمسك اي حرف جاي بعده، وكتبنا النقطتين بتوعه. يعني هو في اول الكلمه هو فعلا شكل حرف الفاء بس عليه نقطتين. يبقى قلنا الكلمه دي ايه؟ قا، قمر. يلا نشوف شكله في وسط الكلمة. القاف في وسط الكلمة زي كلمة ملعقة. هنا اهو جه حرف القاف ومد ايده مسك الحرف اللي قبله، ومد ايده التانية مسك الحرف اللي بعده، وكمان نطقناه مفتوح عشان هو فوق راسه حركة الفتحة، فقلنا ملعقة. عارفين المعلقة اللي بناكل بيها دي هي اسمها باللغة العربية الفصحى ملعقة. فده شكل حرف القاف في وسط الكلمة. طب يلا نشوف شكله في آخر الكلمة. كلمة طبق. شايفين حرف القاف جه شكله عامل ازاي في آخر الكلمة؟ مد ايده ومسك الحرف اللي قبله وكمل الرسمة بتاعته عادي جدا. بس يا ترى الرسمة بتاعته شكل حرف الفاء ولا لأ؟ شايفين شكل حرف الفاء في آخر الكلمة وحرف القاف في آخر الكلمة؟ هو ده الفرق ما بينهم. حرف الفاء بطنه أو جسمه شايفين بيمشي كده مستقيم، لكن حرف القاف بيبقى دائري، بينزل كده ويطلع تاني. لكن حرف الفاء بيمشي مستقيم على السطر وبعدين يطلع
لفوق. وممكن لو نزل عن السطر حاجه بسيطه جدا، لكن لازم في الاول وانا بعلمه الفرق ما بين الاثنين هنقول ان ده بيمشي على السطر مظبوط، لكن ده دائري عشان يفرق بين حرف الفاء وحرف القاف. احنا النهارده في الفيديو اتعلمنا، خدنا مع بعض حرف القاف وعرفنا ان حرف القاف صوته ايه وهو مفتوح، قاف فتحه يا قا. خدنا كمان اشكال حرف القاف في اول الكلمه بيتكتب شكل حرف الفاء بس عليه نقطتين. خدنا كمان شكله في وسط الكلمة وكمان بيشبه جدا لحرف الفاء بس عليه نقطتين، لكن شكله بقى في آخر الكلمة بيختلف خالص عن حرف الفاء، بيبقى الجسم بتاعه دائري كده من تحت وفوقيه نقطتين. وعرفنا كمان ان حرف القاف من الحروف المفخمة، بنقول قا عشان نفرق بينه وبين حرف الكاف اللي بياخد صوت قريب من صوته، يعني حرف القاف مفخم وحرف الكاف مرقم. كده نبقى خلصنا الفيديو بتاع النهارده عن حرف القاف. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.